اليوم عندنا فيديو مباشر نتكلموا شويه وندردشوا على السفر في الصيف. بزاف الناس كيبغيو يسافروا في الصيف لان كتكون العطله، كيكون البحر، كيكون الاجواء مناسبه. ولكن بغيت نشارك معكم آه، بغيت نشارك معكم هاد التجارب ديالكم. شنو كتقترحوا ولا شنو الاشياء اللي كتقلبوا عليها في السفر؟ فمن هنا يمكن لي نقول لكم بان بالنسبه للسفر في الصيف في المغرب مثلا مكلف. لذلك فيمكن لنا نبارطاجيو او نشاركوا بعضياتنا التجارب ديالنا. شنو يمكن لنا الاماكن اللي يمكن لنا نسافروا ليها باقل تكلفه وما نتعرضوش للنصب، ما نتعرضوش للابتزاز، وما نصيدوش في الاختيارات ديالنا. اذا نتوما يمكن لكم تواصلوا معايا، ومن خلال هذا اللقاء المباشر يمكن لنا نعرفوا الامكانيات اللي كاينه. هادشي اللي كاين. اعزائي الكرام، اللي عنده نتسناو بعدا الاصدقاء يدخلوا. فالعام اللي فات كنت سافرت في الصيف لمدينة أصيلة ومراكش، واكتشف بأن في مدة 8 أيام تقامت عليا يعني أغلى من السفر ديالي اللي سافرت لأذربيجان. بمعنى أن السفر اللي كنت سافرت لأذربيجان فيه 15 يوم يعني بالثمن تقريبا كنحيدوا الطيارة بطبيعة الحال، كنهضروا على التكلفة بالثمن. يعني 15 يوم كانت عندي تكلفة أقل من الثمن ديال أسبوع أو 8 أيام في المغرب في الصيف. بطبيعة الحال أذربيجان سافرت لها في شهر 11 نوفمبر. إذا من هنا يمكن لكم تعطيونا آراءكم